مرحبا واهلا وسهلا فيكم بالدرس الثالث للغة الإسبانية. امبارح أنا عملت الدرس الثاني. بهيدا درس يعني بالدرس الثاني تعلمنا أكثر من الأبجدية الإسبانية. واليوم أنا راح أعلمكم التحيات باللغة الإسبانية. أنا بعتقد إنه التحيات أهم موضوع. كل حدا لازم يتعلم بأي لغة هو أو هي بده يتعلمها. ليش؟ لانه دايما راح نقول هاي لكل الناس يلي بيحكوا هيدي اللغة. ومنشان هيك انا بعتقد انه هيدا اهم موضوع، وهيدا الموضوع يلي لازم اعلمكم اليوم. آه، انا راح اعلمكم التحيات يلي بعتقد انا يلي بنستعملها بكل بلد من العالم الاسباني. آه، بس يمكن راح تسمع احيانا انه في كلمات يلي بيتغيروا شوي بين اللهجة من ارجنتينا ولهجة من اسبانيا ولهجة من المكسيك. حتى بالمكسيك في لهجات، مثلا لهجة من شمال المكسيك او لهجة من جنوب او لهجة من وسط البلد. بس آم، انا راح احاول انقلكم. آه، راح احاول لكم شو هن تحيات يلي بنفهم. كل الناس يلي بنحكي الاسباني. هدول تحيات انتوا بتفهموا علي. اذا آه، المشكلة مع العالم يعني مع كل البلدان يلي بيستعملوا اللغة الإسبانية. أهم مشكلة هي إنه في كتير لهجات. لهجة من أرجنتينا وأوروغواي، ولهجة من باراغواي، ولهجة من تشيلي، ولهجة من المكسيك، ولهجة من سنترال أمريكا، ولهجة من أسبانيا وهيك. وفي كتير لهجات. بس المشكلة هي انه ما في اللغة يلي مثلا مثلكم انتو عندكم اللهجة المغربية، لهجة تونسية، لهجة لبنانية، ولهجة سورية. بس كمان عندكم اللغة العربية الفصحى، ونحن معنا فصحى هون. ومنشان هيك احيانا حتى نحن احيانا ما فينا نفهم على اشخاص من اسبانيا او اشخاص من ارجنتينا احيانا. مثلا السنه اللي فاتت انا كنت بالصين، وانا تعرفت على ثلاث شباب من كوستاريكا، وكمان ثلاث شباب من اسبانيا. ولما نحن كنا عم نحكي لما نحن كنا سوا نحن كنا عم نحكي بالاسباني. واحيانا ما كنا فينا نفهم علينا. يعني انا ما فهمت على الشباب من كوستاريكا، وعلى الشباب من اسبانيا، وهني ما بيفهموا علينا يعني على الشباب من المكسيك. بس اذا مرة انتوا بتسمعوا شخص من اي بلد اسباني، يعني يلي بيستعملوا اللغة الاسبانية هونيك وما بتفهموا، don't be worry. it's عادي، كتير كتير عادي يعني. حتى نحن ما نفهم عليهم بكل اوقات. ومع الوقت انتوا راح تفهموا اكتر واكتر واكتر. طيب، اليوم راح نبلش مع التحيات اللي بنستعملها بالصباح. هون بنقول مثل صباح الخير من الساعة 5 بالصباح حتى الساعة 12 بالصباح. يعني من الساعة 5 حتى الميد داي. وصباح الخير بنقول buenos días. buenos días. buenos يعني منيح، ودياس يعني ايام. بس آه, اه ايام. ما بعرف ليش بنقول buenos días. بس يعني صباح الخير بنقول buenos días. والجواب هو buenos días كمان. نفس الجملة. يعني ما في صباح الخير، صباح النور، صباح الفل، صباح الورد.
صباح الخيرات لا، يعني نفس الشيء. buenos días buenos días. إذا بتسمعوا منيح أنا الحرف اس، الحرف اس بالكلمة buenos بتغير اللفظ ومنقول ز. الصوت صوت الحرف اس بتغير مثل صوت الحرف زي buenos días buenos días، بتغير شوي buenos días. بعدين مساء الخير بنقول buenas tardes buenas tardes. buenas يعني منيح، وتاردس يعني مساء بالجمع، ما بعرف كيف بنقول مساء بالجمع. buenas tardes مساءات ممكن، ما بعرف. buenas tardes. هون الحرف اس ما بتتغير الصوت، دايما اللفظ يعني دايما هون buenas tardes مش buenas tardes مثل اس، يعني مثل العادة مثل سين. buenas tardes. والجواب هو buenas tardes كمان. بعدين نحن بنقول buenas tardes من الساعة 12 حتى الساعة 7 بالليل، من الساعة 12 إلى الساعة 7 buenas tardes. بعدين من الساعة 7 إلى الساعة 4 بالصبح بنقول buenas noches buenas noches. buenas يعني منيح، noches يعني ليالي. buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches. buenas noches فينا نقوله لما بنقول مثل هاي، بس كمان لما بدنا نقول باي، يعني فينا نقول buenas noches لما نحن بنشوف حدا، ولما بدنا نقول باي باي كمان فينا نقول buenas noches بالليل يعني. شو كمان؟ هاي مرحبا. كيف بنقول مرحبا؟ مرحبا بنقول hola hola hola. بأرجنتينا وأحيانا هون لا مش هون، لا كمان لا بأرجنتينا لا 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 لا. شو كمان؟ hola. التليفون لحظة. bueno sí no estoy equivocado sorry. إذا بصباح buenos días، بالمساء buenas tardes، وبالليل buenas noches. اوكي كتير سهل كتير هوين. مرحبا او اهلا بنقول hola hola، كتير هوين كمان. مع السلامة او باي بنقول adios adios، او كمان فينا نقول باي 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 مثل بالانجليزي ومثل بالعربي كمان احيانا بالعامية. الى اللقاء، الى اللقاء بنقول hasta luego hasta luego hasta luego. hasta luego كتير كتير رسمي، يعني ما بنقوله مع الاصحاب، نحن ما بنقول hasta luego، بنقول باي وبس. شو كمان؟ buenos días buenas tardes buenas noches hola bye adiós hasta luego. buen día ممكن buen día buen día يعني نهارك سعيد، نهارك سعيد. او كمان فينا نقول احيانا مثلا انت بتروح على، يعني انت بتروح على محل ما بعرف سينما او دكان او هيك، ولما بتقول مع السلامة انت فيك تقول que tenga buen día que tenga buen día.
que tenga buen día. que tenga buen día يعني بتمنى انه في عندك نهار سعيد او نهار منيح يعني هيك. que tenga buen día. شو كمان؟ كيفك منقول como estás. como estás. كيفك او كيفك نفس الشيء. como estás مؤنث ومذكر منقول كيفك. مؤنث ومذكر بنقول como estás. كمان como te va. como te va. como te va. como te va يعني شو عامل، يعني كيف حالك بهالوقت، يعني بهدول الايام مثل هيك. حاول تقريبا مثل هيك يعني شو عامل. como te va او como le va. como le va. como le va اكتر رسمة. كمان como estás مش كتير رسمة على حسب como estás. بس اذا نحن عم نحكي مع شخص قديم كبير اكبر منا منقول como está usted. como está usted او كمان فينا نقول como está. como está. como está. اذا بدنا نقول منيح منقول bien. منيح او منيحة او منيح، يعني مذكر ومؤنث وجمع نفس الشيء. bien. 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 gracias يعني ميرسي شكرا. gracias بإسبانيا بيقولوا gracias. وأنت أو وأنتي نفس الشيء، مذكر ومؤنث نفس الشيء. y tú كتير هوين. بعتقد انه هيدا كل شيء مش كتير انفورماسيون، مش كتير انفورميشن يعني. ان شاء الله تنبسطوا كتير مع هيدا الفيديو، وان شاء الله قريبا فيكن تحكوا مع حدا يلي بيعرف يحكي اسباني وبقولوا وبتقولوا له مرحبا hola como estás. اوكي هيدا كل شيء، ومنشوفنا بالدرس الرابع ان شاء الله راح اعملها قريبا ان شاء الله. ان شاء الله بتنبسطوا كتير، ان شاء الله بتتعلموا كتير، ان شاء الله عجبكم هالفيديو، ومنشوفنا بالدرس اللي جاي. مع السلامة، باي، اديوس. أنا يلي بحبك